السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسر عبد الرافع في شرح وتبسيط كتاب البداية والنهاية لابن كثير. هنحكي حكاية واحد نجح ان هو لا يركب مع سفينة سيدنا نوح ولا يموت في الطوفان. ايه ده؟ الموضوع ده صعب قوي. لا، اصله ده جاي من الكتاب المقدس. تعالى بس نقول، القرآن موحى به من الله ولا العهد القديم موحى به من الله؟ في البداية لو حضرتك مهتم بفكرة التوحيد مع البشر منذ الخليقة، يبقى لازم حضرتك تشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعل الجرس. ربنا بيقول في القرآن الكريم سورة سيدنا يوسف، سورة يوسف الآية 3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. يعني وحي من الله بأحسن القصص، بمعنى ان مفيش اخطاء ولا في اغلاط ولا في تناقض، لانه وحي من الله. طب ما سفر التكوين الديانات التانية بتقول ان هو موحى به من الله، مش سفر التكوين، الكتاب المقدس كله. تعالى بس نعرف في سفر التكوين بالذات اللي احنا بندرسه دلوقتي وبنقرا فيه حكاية جد سيدنا نوح اللي نجح ان هو ولا يركب معاه السفينة ولا يموت في الطوفان، يعيش بعد الطوفان ب 14 سنة وبعد كده يموت. هو ده ممكن يحصل؟ لا طبعا مش ممكن يحصل، بس ده اللي اتقال فعلا في سفر التكوين. ازاي؟ بص حضرتك، سفر التكوين اساسه النص بتاعه عبري، ولما حصل اليهود قبل حوالي 300 سنة قبل ميلاد المسيح، لما خرجوا من منطقة فلسطين للشتات، راحوا بقى مصر وراحوا قعدوا فترة، غيروا اللغة بتاعتهم، بقت اللغة بتاعتهم اليونانية. طيب احنا هندرس ازاي الكتاب العهد القديم او الكتاب المقدس واحنا اللغة بتاعتنا اتغيرت؟ احنا عايزين ترجمة. المهم بفكرة من الفكرات سواء صح او غلط، ظهرت الترجمة السبعينية، احدى الترجمات للعهد القديم. الترجمة السبعينية دي ترجمة يقال ان هي موحى بها من الله، يعني هتترجم النص العبري لليوناني بوحي من الله، بمعنى انه مفيش تناقض ما بين النص ده والنص ده. طيب واحدة واحدة كده، النص العبري بيقول انه ما تشالح ده جد سيدنا نوح عليه السلام مات في الطوفان. تيجي بقى الترجمة السبعينية تقول لك لا، وقت الطوفان ما تشالح ما ماتش، ده مات بعد الطوفان ب 14 سنة. حضرتك لو مش مصدقني راجع عمر ما تشالح عند وقت الطوفان في الإصحاح الخامس في سفر التكوين، الإصحاح الخامس وبداية الإصحاح السادس، هتعرف إن الترجمة السبعينية ادت عمر ما تشالح جد سيدنا نوح زيادة عن النص العبري 14 سنة. وده طبعا تناقض. هو أي منكم وحي من الله؟ هل هو النص العبري هو اللي موحى به من الله، ولا هل الترجمة السبعينية اللي هي موحى بها من الله، ولا الاتنين موحى بهم من الله وفيهم تناقض؟ وهل هذا يصح؟ الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.